أكد الدكتور محمد ملهاج المختص والباحث في علم الفيروسات ورئيس منتدى الأمن الصحي للبحث والتنمية في حواره مع إذاعة قسنطينة أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تشبه لحد كبير أعراض الإصابة بكورونا، وهذا ما يتطلب استشارة الطبيب. وقال: هناك فيروس الإنفلونزا الموسمية، وهناك الفيروسات التي تسبب متلازمة الإنفلونزا، من بينها المنتشر حاليا وهو المسبب للزكام. كما أن هناك الفيروس التنفسي المخلوي الذي يصيب الرضع ويؤثر عليهم سلبا، والذي ينتشر في وقت الحالي. ومن الفيروسات الأخرى فيروس مسبب للالتهاب المعدة والأمعاء الشتوي، والتي تسبب الإسهال والقيء خاصة لدى الأطفال أقل من 5 سنوات. وقال إن طول مدة أعراض الإنفلونزا الموسمية دون علاج تسبب مضاعفات خاصة لدى الفئات الهشة، على غرار النساء الحوامل والأطفال المسنين وذوي الأمراض المزمنة، إضافة إلى أعوان الصحة. وأفاد المتحدث أن السلاح الوحيد والفعال ضد الفيروسات هو اللقاح، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه الجزائر اليوم من خلال تدعيم الصناعات الصيدلانية بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من اللقاحات. وأكد الدكتور محمد ملهاج أن التجارب المخبرية وحدها تحدد نوع الفيروس، لهذا نصح بعدم التهاون لكسر سلسلة العدو، وشدد على ضرورة العودة الطوعية لاحترام الشروط الوقائية خاصة في الأماكن المغلقة والمستقبلة للجمهور. وفي سياق آخر تحدث الدكتور محمد ملهاج عن منتدى الأمن الصحي، البحث والتنمية الذي جاء لدعم المنظومة الصحية بالجزائر، وقال إن المنتدى خاضع لقانون المنظم للمجتمع المدني، ويأتي نتيجة لاهتمام المجتمع المدني بالحياة العامة. كما أن تأسيس هذا المنتدى جاء استجابة لمتطلبات الصحة العمومية لدعم الأمن الصحي خاصة بعد جائحة كورونا. ويسعى المنتدى، يضيف الدكتور ملهاج، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال نشر ثقافة في المجتمع تساهم في وقف بعض مظاهر الاستهلاك المفرط لبعض المواد المسببة تلوث المحيط البيئي. كما أنه من خلال المنتدى يتم السعي إلى تحقيق استغلال الطاقة النظيفة والحفاظ على الثروات الطبيعية ضمانا لمستقبل الأجيال.